الظلام ليس معادلا بل مصيره. دي كانت الرسالة اللي سابها السفاح القارئ على ضحيته الأولى في الفيديو اللي فات. لو أنت لسه ما اتفرجتش على الفيديو اللي فات فياريت ترجع تشوفه عشان تفهم أحداث قصتنا النهاردة ماشية إزاي. النهاردة هنكمل رواية ما وراء الماضي الملعون بارت 8، وده آخر بارت معانا في القصة إن شاء الله. فياريت تكمل الفيديو للآخر عشان لو عجبك تعمل لايك وتشترك في القناة. قول لنا إيه رأيك تحت في الكومنتات، مش عايز أطول عليكم أكتر من كده. خش بالإنترو ونكمل روايتنا مع بعض. توالت الجرائم. كل الجرائم دي كانت بتستهدف اشخاص متهمين بالفساد او الجرائم اللي ما تعجبوش عليها، وتم تكليف المحقق عمار بالتحقيق في القضيه. عمار ده كان من احفاد سلمى، وعمار نشأ على قصص انس واثرها في جدته. كان انس ده بمثابه بطل شخصي ليه. لما قرأ عمار الرسائل اللي سابها السفاح لاحظ ان القاتل كان بيقتبس كتير من الجرائم اللي كان بيعملها من كتاب انس بس بشكل مشوه. قرر انه يدور في ارشيف منظمه نور الامل علشان يلاقي إجابات. في الارشيف لقى عمار رسالة ما كانتش اتنشرت كتبها انس قبل وفاته، وكانت بتتكلم ان انس كان خايف ان قصته تتفهم بشكل غلط في يوم من الايام، وكتب ان الخطر الحقيقي ليس بما فعله بالماضي بل ان حد يستعمل قصته دي لتبرير افعاله. كتب انس وقال اتمنى ان تكون كلماتي نور مش سلاح. مع استمرار التحقيقات اكتشف عمار ان القاتل كان بيختار ضحاياه بناء على ملفات قديمة تخص المنظمة. كان القاتل مهووس بحاجة اسمها عدالة بس كان بيحققها بطريقته الخاصة. بس الصدمة الكبيرة لما لقى عمار دليل بيشير ان القاتل واحد من المتطوعين السابقين في المنظمة واسمه سامي. سامي قضى طفولته كان بيعاني من ظلم المجتمع، بس سامي اتقلب على المبادئ اللي علمتها له المنظمه بعد ما حس كده ان العالم ما اتغيرش بما يكفي. وبعد فتره قصيره عرفت الشرطه تحدد مكان سامي، وقابله عمار في مبنى مهجور كان مقر قديم للمنظمه. عمار قال له سامي اللي بتعمله ده مش عداله، ده انتقام. ضحك سامي بمراره وقال انا بقرا كلمات انس كل يوم، هو اللي علمني اواجه الظلام والفساد، بس العالم ما اتغيرش. انا عملت اللي انس ما قدرش يعمله. عمار قال له انس ما كانش بيقتل عشان ينتقم، انس كان بيقتل عشان يصلي. ساب ماضيه وراه عشان يخلق لنفسه مستقبل افضل، بس انت يا سامي اخترت انك تكون جزء من الظلام. في اللحظه الاخيره قدرت الشرطه انها تمسك سامي من غير ما يرتكب جرائم تانية، واثناء التحقيق اصر انه ما عملش حاجه غلط. لما اتنشرت اخبار القبض على السفاح القارئ انقسمت الاراء، اللي شافه بطل واللي شافه مجرم. في ختام الاحداث كتب عمار كتاب بعنوان الظلام المعاد تحديثه، وحلل اللي حصل ده وربطه بإرث أنس. كتب عمار قصة أنس ما كانتش عن الكمال بل عن السعي المستمر للإصلاح. إرثه ما كانش كتاب بل حياة عاشها عشان يخلي العالم مكان أفضل. بس التغيير الحقيقي بيبدأ من جوه ومش بفرضه بالقوة. العالم دايما هيفضل يواجه صراع ما بين النور والظلام، لكن السؤال الحقيقي هنا أي جانب نختار نمثله؟ الغلط مغري بس عمره ما كان قدر. النور هو الخيار الصح والخيار دايما بإيدينا. بعد القبض على سامي البلد كلها بقت بتتكلم عنه. في الزنزانة بتاعته كان قاعد هادي وكان رافض الكلام مع اي حد، واخيرا وبعد ضغط كبير من عمار وافق سامي على لقاء خاص. اول ما قعد عمار قدامه قال سامي بكل هدوء انت عارف ان انا مش مجرد قاتل، انا نتيجة للي سابه انس. رد عمار وقال له بس انس ما سابش وراه ده، هو ساب امل والهام. رد سامي بابتسامة مريرة وقال انس بدأ حركة بس ما شافش نهايتها. فين الناس اللي هو الهمهم دول؟ معظمهم فشلوا في احداث اي تغيير حقيقي، انا بس اللي كملت اللي كان المفروض يكمل. هنا بقى اكتشف عمار ان سامي مش مجرد مجرم بس شخص شايل جواه شعور عميق بالخيانه تجاه العالم اللي وعده انس بتحسين. بدأ عمار بالتحقيق في خلفيه سامي، لكنه تعرض لاهمال شديد لما توقفت بعض البرامج بسبب نقص التمويل. نشأ سامي في بيئه مليانه بالعنف والظلم، وده اللي خلاه يفقد ايمانه باللي علمته له المنظمه. لقى عمار مذكرات قديمه لسامي وكان كاتب فيها انس اتكلم عن النور بس انا لسه ما شفتوش، العالم مليان بالظلام وانا مجرد اداة لاظهار. قرر عمار انه يزور سلمى اللي بقت في الثمانينات من عمرها، كانت عايشه بعيد عن الاضواء في هدوء بس لسه متابعه اخبار المنظمه. لما قال لها عمار على سامي اتصدمت وقالت لقد فشلنا، احنا عمار كان لازم نبقى جنب الاطفال دي اكتر، كنا المفروض ان احنا نستمر ايا كانت الظروف. رد عمار بس ارث انس كان عظيم وحتى دلوقتي برضه بيغير حياتك كتير. ردت بحزن بس في شخص واحد احنا فقدناه،
وادى فقدانه ده للظلام اللي احنا فيه. ده كفايه انه يثبت لك ان لسه الطريق طويل والشغل ما بيخلص. بعد عده لقاءات مع عمار قرر سامي اخيرا انه يتكلم. رد سامي: وانا ما كنتش عايز ابقى كده، انا كان نفسي ابقى زي انس، بس العالم ما ادانيش فرصه. لما المنظمه وقفت على انها تساعدنا، الشارع هو اللي علمني ورباني. واتكلم سامي ان هو حاول لسنين كتيره انه يعيش بشكل طبيعي، بس الظروف اللي كانت محوطاه خلته يبص لكتاب انس بشكل مختلف. كنت انا بقرا كل يوم كلامه، بس انا ما شفتش في كلامه ده غير تناقض. ازاي كان بيتكلم عن النور وهو سايب العالم غرقان في الظلام؟ عمار كان بيحاول يفهم سامي، في نفس الوقت الناس كانت عماله تتكلم. معظم الناس شافت سامي انه ضحيه لنظام فاشل، والمعظم التاني شافه مجرم استحاله ان احنا نغفر له. بدات الصحافه في استغلال القضيه اثاره الجدل مع نشر مقالات بتسال هو ارث انس ساهم في انشاء سامي. في الوقت ده قرر عمار انه يتكلم علنا، وقال في مؤتمر صحفي قصه سامي مجتمع فشل في الاستمرار الطريق اللي بدأه انس. لازم ان احنا نتعلم من اخطائنا ونعيد بناء اللي فقدناه. وقرر عمار انه يرجع تاني يفتح برامج منظمه نور الامل اللي كانت اتقفلت بسبب نقص التمويل. ودعموا في الموضوع ده سلمى وبعض المتبرعين الجدد. بدات المنظمه في استقبال اطفال جدد، وبداوا يشتغلوا مع الاخطاء اللي وقعت في الماضي. لكن في الخلفيه كان شخص تاني بيراقب كل اللي بيحصل. شاب غامض بيظهر في الاماكن اللي كان بيحصل فيها الجرائم بتاعه سامي، وبيسيب رسائل جديده. اللي بدأوا انس وشوهوا سامي انا هعيد تعريفه من جديد. المنظمه كانت بتحاول تعيد بناء برامجها بتساعد الاطفال الجدد. كان في حاجه غامضه او شيء غامض بيتحرك في الظل، ما كانش باين للجميع. كان بين جدران الامل اللي كانت بتتبني من جديد بدا شيء مظلم يسحب بصمت. كان في رسائل غير مرئيه بتتسرب لافكار بعض الافراد في المنظمه، رسائل بتحسهم على الشك في مبادئهم. واثناء احدى الجلسات الجماعيه للمتطوعين بدا معظمهم يحس كده بعدم ارتياح، كأن في حد بيراقبهم، شخص غريب مجهول ملوش وش. عمار اللي كان بيقوم بعمليه تجديد المنظمه حس بالتغير. كان بيلاحظ ان بعض الاشخاص في الفريق، وبالمناسبه الاشخاص دي كانت يعتبروا من اخلص الاعضاء، بداوا يتصرفوا بطريقه غير مألوفه. كانوا بيظهروا فجاه اهتمام مفرط بالكتب القديمه اللي كتبها انس، وناس تانية كانت بتتداول افكار غريبه حول طرق جديده لتحقيق العداله. في احدى الليالي احدى هذه الكتب وجد في اشاره قديمه وجه لها في وقت صعب: في الظلام يولد النور، لكن في بعض الاحيان الظلام بيولد وحش. كان ده نص مكتوب على هامش الكتاب، ومحدش كان لاحظ وجوده في النسخ المطبوعه. الكلمات ديت بدات تتغلغل في ذهنه ومحيراه. منين جه الكلام ده؟ هو في حاجه كان انس بيفكر فيها ما اتكشفش عنها قبل كده؟ مع مرور الايام بدا عمار يحس ان في حاجه اكبر بكتير من مؤامره صغيره تم نسجها خلف الستار. كل حاجه باينه انها طبيعيه في الظاهر، لكن مشاعر الشك في اعضاء المنظمه والمجتمع بدات تتصاعد بشكل غير مرئي لكن حقيقي. بدا بعض المتطوعين في المنظمه الاختفاء تدريجيا. في البدايه كانت اختفاءات غير ملحوظه، لكن مع مرور الوقت بدا عمار يحس ان في حاجه غلط بتحصل. الامر بيبين زي ما تقول كده الافراد دي بتستجيب لاوامر غير مرئيه، زي ما تقول كده عرايس لعبه في مسرح. وفي مساء احد الليالي اختفى احد الاعضاء البارزين في المنظمه بدون اي اثر. كان اسمه فادي، وكان فادي ده انضم للمنظمه من سنين، وكان حقق نجاح في احد المشاريع اللي نظمها او اللي اسسها انس. في ليله من الليالي وبعد اجتماع غير عادي ما رجعش بيته تاني. اثار اختفائه قلق في صفوف المنظمه. لما بدا عمار انه يبدا يدور على فادي اكتشف شيء غريب. كانت اثار اقدامه بتتجه لمكان غير معتاد، مكان قديم مقفول من سنين. المستودع القديم اللي كان بيضم كتب قديمه وملاحظات سريه كان سابها انس وراه. في اللحظه ديت حس عمار ان في حاجه مخيفه بتحط بالاحداث. الاختفاءات دي والرسائل المشوهه، الكتب المفقوده، والوجود الخفي اللي بيزحف حوالين المنظمه كلها كانت بتشير ان في شخص بيراقبهم عن كسل. عمار اللي كان حاسس ان الخطر قريب جدا قرر يرجع للمنطقه المهجوره عشان يشوف الوضع بنفسه. كان موجود في ظلام الليل ومحدش كان سامع صوته. في اعماق المستودع بين الكتب القديمه والملفات اكتشف حاجه قد تم تجاهلها سابقا. مجموعه من الاوراق المدفونه كانت بتحتوي على رموز وارقام معقده، وجنبهم خريطه قديمه للمدينه نفسها. بس اللي لفت انتباهه اكتر كان توقيع غير مألوف تحت الورق. ادرك عمار ان الاختفاء ده ما كانش اختفاء عادي، بل كان حاجه اكبر بكتير. كان بيشير ان في مجموعه سريه او يمكن فرد واحد كان بيخطط لاعاده احياء الظلام اللي كانت منظمه نور الامل بتحاول تقضي عليه. بس السؤال الاكبر هنا، مين الشخص ده وايه هدفه؟ فتحت سلمى كتاب لانس، والكتاب
الكلمات ده كان سر للغايه. وجد الظرف لونه احمر ومقفول بشمع سري، هي الوحيده اللي كانت تقدر تفتح الظرف ده. افتكرت في يوم من الايام لما انس قال لها لو غلبتك المشاكل لحد ما خلاص لقيتي نفسك مش فاهمه حاجه او مش عارفه تحليها، هسيب لك الظرف ده وانت الوحيده اللي تقدري تفتحيه وتفهمي حاجات كتير حواليك. بدات سلمى بالقراءه في الظرف بعد ما فتحته طبعا. وبعد ما بدات بالقراءه اكتشفت شيء غير متوقع، ان الرساله دي مش انس اللي كان سايبها، ده اللي عم اشرف. وكان كاتب في الرساله دي، اكتشفت ان الرساله دي مكتوب فيها ان عم اشرف هو رئيس وزعيم المجموعه السريه، وهو اللي قتل انس. انس ما ماتش موته طبيعيه، عم اشرف هو اللي حط له السم في الاكل. السم ده كان تأثيره ان ما يبانش ان هو مقتول بسم غير بعد 6 شهور، وما يبانش اي اثر للسم ده على الجثمان. ايما خدت الرساله دي ونشرتها. كل استغرب من اللي عرفه لما وصلوا المكان عم اشرف، قام خلص على نفسه ومرمي على الارض، ولقى ورقه مكتوب عليها سامحوني ظلمت العالم كتير وظلمت انسك، سامحيني يا سلمى. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو النهارده. لو الفيديو عجبك متنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتشجعني تحت في الكومنتات. اقترحوا لي قصص تانية احكيها لو انتوا عايزين نحكي عن قصص تانية. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.